السلام عليكم. اليوم بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كتحضر الخميره البلديه. المكونات بساط بزاف. كاين الدقيق ديال القمح يكون كامل، ولا ممكن تستعملوا كاع الدقيق ديال الشعير، والماء، الثومه، وشويه ديال شي حاجه حلوه بحال التمر اولا الزبيب. كاين بعض الناس كيستعملوا حتى السكر، ولكن انا كنحبذ المسائل الطبيعيه. مادام الخميره البلديه شي حاجه طبيعيه، خلينا في ما هو طبيعي. كنخلطوا الدقيق مع الماء فقط في الاول، كنخلطوهم كيعطينا هذا المزيج، هذا الخليط هذا كنخلطوا. الكميه ماشي مهمه بزاف، على حسب الكميه ديال الخبز اللي غتعجنوه. ممكن تكون 4 ديال الدقيق، ممكن تكون 300 غرام، ممكن 400 غرام، ماشي مشكل. كيتخلط كيعطينا هذا الخليط هذا. من بعد كنضيفوا له الثومه والتمر، كنزولوا له النواه. ممكن هذا التمر هذا نطحنوه مع الماء اللي غادي نخلطوه به، نطحنوه ونصفيوه، وهذاك الماء هو اللي كنخلطوا به الدقيق. ولا نعملو هكا ماشي مشكله، ولكن بالاحسن الا طحنا التمر مع الماء وصفيناه، الماء ديالو هو اللي خلطنا به الدقيق. كنغطيوه وكنحطوه في شي مكان دافئ. المده كتراوح على حسب الحراره اللي كاينه، ممكن تبقى 24 ساعه، ممكن 36 ساعه، على حسب درجه الحراره اللي كاينه. انا كنفضل بعض المرات نستعن بهذا الجهاز، هذا الجهاز اللي كيعملوا فيه ياغورت، كنفضل نستعن به حيت كيعطي واحد شويه ديال الحراره، خصوصا في الاول. كنستعن به داك 2 ساعات 3، من بعد كنزول البريز كنطفيه، وكنبقى فقط نخليها هكا مغطيه بشي حاجه سخونه، شي توب سخون. كل ما كانت الحراره مرتفعه، كل ما كتكون المده باش توجد ديك الخميره اقصر طبعا. دابا انا غادي نوريكم الخميره، هي هذه. ها نتوما شوف، شفتوها كيفاش كتولي خامره مخموره. هاني اذا هذه كيمكن الناس يستعملوها، كنعجنوا بها بحال اللي كنعجنوا الخبز تماما. غير الخبز بصفه عامه باش يجي الخبز مزيان ومفشفش، ملي نعجنوه نخليوه يخمر. ملي كيخمر ما كنصوبوش به في ديك الساعه الخبز، كنعاودو نضربوه، نزولو منه داك الهواء. هاد العمليه يمكن نكرروها 2 مرات و 3. هاد الطريقه كتخلي الخبز بصفه عامه يجي اروع واروع واروع، وخصوصا مع الخميره البلديه، حيت الخميره البلديه بزاف ديال الناس كيقول لك ما كتصدق ليهمش الخبز. فإلا خلاو هذاك العجين يرتاح ويزولوا منه الهواء، عاوتاني يرتاح، عاوتاني يزولوا منه الهواء، عاوتاني يرتاح، يزولوا منه الهواء 2 مرات 3 المرات، عاد يصوبوا به الخبز، كتكون نتيجه ممتازه.